السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم من جديد بفيديو من عند الحمام. النهاردة الفيديو مفاجأة يا جماعة، مفاجأة من العيار التقيل. بسم الله ما شاء الله، نقول اللهم بارك يا جماعة. ده جوز روماني. طلعت فتحت السلاكة دي، سلاكة مقفولة، دي عين مقفولة محدش بيدخل فيها ولا أي حمامة بتدخل تبيض عند الحمام ده. واتأكدت من المعلومة، سألت زوجي قلت له هو انت لقيت بيض عند حمام تاني وحطيته عند الجوز ده؟ قال لي لا. فقال لي لقيت 3، هو عارف ان هي بيضة 2 بس. فقلت له لا، لقيت 4. قال لي قول اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، حاجة يعني تفرح. لقيت تحتها 4 بيضات. هي اول امبارح كانت راقدة ومش عايزة تقوم خالص من الطاجن بتاع البيض، مش عايزة تقوم من مكانها نهائي. فانا قومتها لقيت مفيش تحتها حاجة. طلعت تاني يوم، اول امبارح طلعت تاني يوم لقيت بيضتين تحتها في يوم واحد. يعني قبلها بيوم ما كانش في بيض نهائي. العادة ان الحمام بيبيض بيضة وبيريح، وبعد كده بيبيض البيضة بيريح يوم، وبعد كده بيبيض البيضة اللي بعدها. لا، لقيت بسم الله ما شاء الله بيضتين في يوم واحد. اتفاجئت. طلعت تاني النهاردة لقيتها بيضة 2 تاني. الله، قول اللهم بارك يا جماعة. يعني بحاجة بسم الله ما شاء الله. طبعا ده يعني اساسه الاكل النظيف والمية النظيفة والكلفة النظيفة والتغذية السليمة، وحاجة انا بقدمها للحمام بتزود الانتاج وبتلحم العش في العش. بسم الله ما شاء الله. انا هوريكم حمام دلوقتي مع عياله وبايض عليهم. بسم الله ما شاء الله، قول اللهم بارك يا جماعة. يعني حاجة تفرح. هنوريكم الانتاج اللي عندنا في الاوضه، وبعد كده اوريكم الحمام اللحم العش في العش، ونرجع ان شاء الله نقول لكم على المنتج اللي انا قدمته للحمام وخلى جوز الحمام يبيض 4 بيضات. انا زي ما بقول لكم كده اتاكدت من المعلومه، لان انا مفيش الا انا وزوجي بس بندخل الاوضه. قال لي لا، ما حطيتش تحتهم اي بيض نهائي. دول جوز غليل. بسم الله ما شاء الله. شايفين التغذيه يا جماعه؟ وطبعا ده اثر المنتج اللي انا بقدمه للحمام، واللي خلى احجام الزغليل زي ما انتم شايفين كده، مع النظافه والكلفه النظيفه والاكل النظيف والميه النظيفه. طبعا هتلاقوا انتاج وهتلاقوا خير. وطبعا المنتج اللي انا بقدمه ده بسم الله ما شاء الله، اول مره اتفاجئ بالحاجه دي عندي. قول اللهم بارك يا جماعه. اول مره اتفاجئ بالمفاجاه دي عندي، والحمام يبيض 4 بيضات ويلحم العش في العش كده. يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. قول اللهم بارك. ربنا يزيدنا جميعا ويزيدكم من فضله ويرزقكم جميعا من واسع فضله وكرمه. دي زغاليل لبه صغيره، وشايفين عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. قول اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. نوريكم بعض الانتاج عندنا. في طبعا حاجات عاليه فوق انا مش هعرف اطلع لها كويس ولا اصورها، عايزه يعني حد طويل. ادي بسم الله ما شاء الله اهي، معاها ابنها اهو. دي البيضه كانت اللي اتكبست من الحر وبيضه اهي. هتقولوا حطت تحتها بيضة، لو حطيت تحتها بيضة مش هتفضل واقفة كده. يعني بيننا وبينكم احكم الحاكمين. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. اي حد عنده الحمام معوق، او الحمام بيقعد فترة قبل ما يبيض، او الحمام قاطع بيض، يقدم له المنتج اللي انا هوريه لكم كمان شوية. ده منتج لا يعلى عليه، في كل حاجة، في كل الفيتامينات والمعادن اللي ممكن تقدموها للحمام. بسم الله ما شاء الله. انا فتحت عليه تاني اهو، كل شويه ابص عليه من فرحتي. قول اللهم بارك يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، حاجه تفرح يعني. بس للاسف هو ضوافره طويله شويه. الروماني او الرومي ده روماني بيبقى ضوافر طويله عنده شويه، تقريبا كسر البيضه. فانا هخلي له 3 بيضات في اخر الفيديو ان شاء الله، واشيل البيضه المكسوره لان هي مكسوره من الجنب جامد، يعني متطبقه كده مش مشروخه. لو مشروخه ممكن كنا خليناها او عالجناها، لكن دي مكسوره متطبقه كده من الجنب تقريبا من الحركه، وهو بيضافر طويله شويه فبيكسر البيض. وهنقول لكم على موضوع تفادي تكسير البيض ده ان شاء الله في فيديو تاني. هنقول لكم احنا بنعمل ايه علشان الحمام الرومي والحمام الروماني ما يكسرش البيض. المنتج اللي معانا اهو
بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. جميل جدا جدا فوق ما تتخيلوا. بيخلي الحمام يلحم العش في العش، بيخلي احجام الزغاليل كبيرة ومتغذية ومتأسسة. بسم الله ما شاء الله كأنه حمام كبير. بيخلي الحمام يلحم، وبتخلي زي ما انتوا شفتوا كده الجوز بايض 4 بيضات. جايز ان انا الاقي حاجة زي كده في المكان تاني والله اعلم. اسمه التحديق الاقوى بيتا جريت. ده انا قدمته في الفيديو السابق يا جماعة، لو حد اتفرج على الفيديو السابق وانا بوريكم نتيجته في الفيديو ده. يعني انا كنت مقدماه بقالي حاجة بسيطة كده، يعني بقدمه للحمام. لما عدى فترة حبيت ان انا اوريكم الانتاج، واوريكم ازاي الحمام عندي بسم الله ما شاء الله بيض 4 بيضات ولايح من العش في العش. الجوز اللي فوق دوت طلعت لحقته كده، كان معاه جوز بس الحمد لله ماتت واحدة، ودي اللي عايشة ربنا يبارك لنا فيها. زي ما انتوا شايفين كده بط صغير اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. قولوا اللهم بارك يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان معاها اختها وبعدين لقيتها واقعة من فوق، فدخلت لحقتها وحطيتها، فتقريبا هي اتصابت لما وقعت فما عاشتش، يعني قعدت يومين وبعدين ماتت. دي اللي بقت من الجوز، فالحمد لله على كل حال. الحمد لله. ربنا يكرمنا جميعا ويرزقنا ومن واسع فضله وكرمه، ويكرمنا في حاجتنا جميعا. كلنا عايزين نشوف خير ونشوف انتاج في المكان. زي ما حضراتكم شايفين كده، شايفين حجم الزغلول زي البطة الصغيرة. قول اللهم بارك يا جماعة. ربنا يزيدكم جميعا ويبارك لكم في حاجتكم ويوسع عليكم ويوسع ارزاقكم جميعا ان شاء الله. مش عارفة الذكر ده نقره من نقره ليه على طول بيضربه ومش عايزه ياكل الزغلول، مش عارفة ليه، مش عارفة حنية منه او مش عارفة ايه هو الظاهرة دي يعني. بس هو في الاخر ينتصر عليه ويرجع ياكل الزغلول تاني. لا حول ولا قوة الا بالله. معركة عشان ياكل ابنه كل يوم، لازم تقريبا يحصل كده. مش عارفة بقى، تقريبا هو اللي عايز ياكله ولا ايه، مع ان عنده ابنه في القفص فوق اهو. بس الحمد لله اهو مشي وسابه الحمد لله. زي ما انتوا شايفين كده احجام الزغل عامله ازاي، والحمام لحم العش في العش. وهنوريكم الانتاج اللي هيطلع عندنا كمان يومين كده على اول الشهر، يعني هيعدي 2-3 كده من الشهر ان شاء الله، والانتاج اللي عندنا هيطلع بسم الله ما شاء الله. ربنا يطعمنا فيهم. انا هبتدي ان انا اشيل البيضه المكسوره اللي عندها في اخر الفيديو ان شاء الله، علشان طبعا مش هتنفع، يعني البيضه المكسوره اللي عندها مش هتنفع، فهنخليها 3 وربنا يكرمنا فيهم ان شاء الله. قول اللهم بارك. ربنا يكرمنا فيهم كلهم بسم الله ما شاء الله. شايفين حجم البيضه عامل ازاي؟ هتقولي لي بقى حط البيض والكلام ده، انا الحمد لله براعي ربنا والسلاكه مقفوله زي ما حضراتكم شايفين كده. انا اتفاجئت بيضت بيضتين في يوم وبيضتين في يوم تاني، او بيضه وبيضه والله اعلم. انا اتفاجئت بصراحه، لان انا قبل كده شفت بيضتين وما شفتش بيض تاني خالص، فتقريبا بيضت البيضتين الجداد في يوم جديد يعني. زي ما حضراتكم شايفين كده بسم الله ما شاء الله تبارك الله احسن الخالقين. حاجه تفرح يا جماعه لما تلاقوا خير وتلاقوا عندكم انتاج في المكان. يعني حاجه تفرح وحاجه تسعد القلب كده. عايزاكم كلكم تجربوا المنتج ده، واللي عايزه ان شاء الله يكتب لنا في التعليقات، وهنحط لكم رقم اللي احنا جايبينه منه ان شاء الله، وتتواصلوا معاه وتجيبوا منه. بسم الله ما شاء الله حاجه يعني تفرح اي حد. انا هبتدي ان انا اخد البيضه دي المكسوره وهسيب لهم ال3 وربنا يطعمنا فيهم ان شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم ده حمام روماني. قول اللهم بارك. ربنا يرزقكم جميعا من حيث لا تحتسبوا
ويوسع ارزاقكم. واي حد عنده حمام معوق او حمام مش بيبيض، شلنا البيضه المكسوره اهي، ربنا يطعمه فيه ان شاء الله. احب اقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.